فرح بنت الدكتورة هبة قطب بيثير الجدل وقالب الدنيا على السوشيال ميديا، وواضح كده إن الجينات مورثة من الدكتورة هبة قطب. تعال أقول لك إيه اللي حصل. دينا هشام دي بنت الدكتورة هبة قطب عملت فرحها اللي أثار جدل كبير جدا على السوشيال ميديا بسبب تصرفاتها، من أول التورتة اللي عبارة عن فرايد تشيكن لغاية بقى الأحضان والبوس بطريقة غير مألوفة، وكمان التصرفات كلها اللي صدرت منها أثناء فرحها. الناس ربطوا تصرفات دينا هشام بتصرفات مامتها هبة قطب، المحتوى والكلام اللي بتطلع دايما تقدمه اللي غير المألوف، واللي تقريبا مفيش حد غير هبة قطب عنده الجرأة انه يتكلم على الكلام ده على الهواء مباشرة كده. فالناس ربطت هبة قطب بدينا هشام بنتها، وقالت ان هي عندها نفس الجرأة بتاعت مامتها. طبعا حاجة غريبة جدا الناس انتقدتها على السوشيال ميديا، ولكن كان رد دينا هشام: انا حرة في تصرفاتي، انا بحب اعبر عن حبي بالطريقة اللي تناسبني. وغير كمان ان هي قالت انا بحب اقلد الاجانب والاجانب بيعملوا كده. انتوا بقى قولوا في كومنتات، تفتكروا هل دينا هشام فعلا حرة في تصرفاتها ولا كانت المفروض تخلي بالها؟